لو لسه ما شفتش الجزء الاول من حكايه الشيطان المجنون فروح شوفه الاول. وفي الجزء اللي فات لما الشيطان المجنون راح بيت إلسوم وما عرفت إلسوم بموت اخوه، فيا ترى اللي هيحصل بعد كده كل ده واكتر هنعرفه في احداث النهارده. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نكمل باقي الحكايه. بيتكلم إلسوم وبيقول للشيطان المجنون انت عايز تفهمني ان اخويا مات على ايديك، انت هتهزر معايا ولا ايه؟ بيقول له الشيطان المجنون مفيش يا عم، لقيته جالي البيت وكان بيلعب بالسكينه ومات من تلقاء نفسه. وإلسوم ما بيقتنعش بالكلام ده وبيهجم عليه، ولكن الشيطان المجنون بيصد هجومه بكل سهوله وبيرميه بعيد. وبيستغرب إلسوم من قوه الشيطان المجنون وبيقول له الشيطان المجنون لو مش ناوي تهاجم فههجم انا. بيترعب إلسوم وبيحاول يصد الهجوم ولكن ما بيقدرش، ومن قوه الهجوم الجدار بيتدمر وبينزل إلسوم على رجله وبيكون ما بيكونش مستوعب نهائي ايه اللي حصل ده. وبيقول الشيطان المجنون ازاي عملت كده؟ ما بيردش عليه الشيطان المجنون وبيمسكه وبيقول له انت فاكر بروح امك انك انت بس اللي بتقدر تتعلم فنون القتال؟ يا لها من قذاره لراجل قتل وباع الناس كانهم عبيد. وبيمسكه وبيقول له انت اللي زيك يستحقوا الموت 1000 مره. بيترعب إلسوم وبيقول له استنى بس، وما بيلحقش يخلص كلامه وبوم احلى مسا عليه. والبيت بيهتز من قوه الاصطدام وبيجي الحراس وبينادوا باسم السيد إلسوم. بيقول لهم الشيطان المجنون ايه فايدتكم بعد موت سيدكم؟ وبيسكت وبيقول لهم انا عايزكم تاخدوا إلسوم كمثال من اليوم، اي حد هيفكر بس انه ينشئ اتحاد مصيره هيكون زي مصير إلسوم. والحراس مرعوبين ومش قادرين يفتحوا بقهم بحرف. بيرجع الشيطان المجنون لسنجد، بيتوتر سنجد وبيقول له هو انت رجعت ليه؟ هو انت مش قلت لي انك رايح تخلص على إلسوم؟ بيقول له الشيطان المجنون انا خلصت عليه فعلا. بيتصدم سنجد وبيقول له مستحيل انت بتكذب عليا. بيقول له الشيطان المجنون بسيطه يا عم، لو مش مصدقني روح اتاكد بنفسك. بيسكت سنجد وبيقول مع نفسه ازاي اعمل حاجه زي دي بالسرعه دي؟ ودلوقتي هو رجع بعد ما خلص عليه ولم يصب بخدش. بيقطع تفكيره الشيطان المجنون وبيقول له نظف المكان قبل ما تمشي. وطبعا سنجد ما بيكونش طايق المعامله دي بس بيتقبل الامر الواقع وبيقعد يدور على المكنسه. اما بقى عند الشيطان المجنون بيكون داخل الاوضه بتاعته وبيقول اخيرا بعد المهمات دي اقدر اكمل تدريبي دلوقتي. بيتنهد وبيبدا يشعل التشي في جسده. وبينتهي معنا المشهد بعد عده ايام وبتنتقل الاشاعات في الارجاء عن موت إلسوم على هدفات التوصيل. وطبعا الناس ما بتكونش مصدقه اللي بيتقال. بيرد عليه واحد وبيقول له ده انا حتى ما شفتش اخوه الاول، هو ممكن يكونوا ماتوا سوا. وسنجد بيكون ماشي وسط الناس واضح ان الكلام ده مفرحه قوي. واما بقى عند بطلنا فبيكون لسه مخلص تدريبه وبيقول اخترقت من مرحله الخشب الى مرحله الملح. حرفيا سرعه تدريبي في حياتي اللي فاتت لا تقارن اطلاقا بسرعه تدريبي في حياتي دي. غير ده كله اقدر اكون اقوى مما كنت عليه في حياتي اللي فاتت. وحرفيا بسبب اختراق بطلنا لمرحله الملح انفجار الرواسب من جسده لجميع انحاء الاوضه، وبسبب كده ريحه المكان بتبقى زي الزباله. ولكن ريحه الزباله دي بتكون بالنسبه للشيطان المجنون اكبر مكافاه ليه، ولانه بخروج الرواسب دي هيكون جسمه اكتر توافقا للتدريب على فنون القتال. بيزعق سنجد وبيقول هو ايه ريحه الخرا دي؟ بيخرج له الشيطان المجنون وسنجد بيكون هيجيب اللي في بطنه. بيقول للشيطان المجنون انت شخيت على نفسك ولا ايه؟ وطبعا الشيطان المجنون بيتمالك اعصابه بالعافيه، ولكن سنجد شكله عايز يتضرب النهارده. وبيقول للشيطان المجنون انت يا عم لو كنت عايز تعمل حمام كنت تقدر تعملها في الحمام او حتى تعملها بره البيت، مش لازم تعمل على نفسك يعني. بيمسك سنجد سيفه وبيزعل الشيطان المجنون وبيقول له روح استحمى يا عم هتموتنا بريحتك دي. بيتملك الشيطان المجنون اعصابه وبيروح يستحمى فعلا. وبتجيله البت تشاء وبيقول لها الشيطان المجنون انت ايه اللي جابك؟ بتعرفه ان سنجد امرها بكده وعشان كده هي جايه تحضر له الحمام وتجفف له جسمه بعد ما يخلص. بيقول لها الشيطان المجنون انت مش مجبره على كده، وغير ده كله انت قلت ليا مره قبل كده انك بتبيعي فنك وليس جسدك، وعشان كده المفروض تعملي بكلامك ده ويلا امشي من هنا. وسنجد حسابه معايا وتشكره وتشاو وبتخرج. واثناء استمتاع الشيطان المجنون بالاستحمام بيدخل عليه سنجد وبيزعق وبيقول له انت لسه بتستحمى ومحنا في مشكله كبيره، المكان بيولع. بيتكلم الشيطان المجنون وبيقول له هو انت عامل كل الهيصه دي عشان شويه حريق؟ بيرد عليه سنجد وبيقول له المكان اللي بيولع ده يبقى الحانه بتاعتك. وننتقل بالمشهد عند حانه جهه، وحرفيا الحانه كلها بتكون ولعت. ووسط الناس بيكون واقف الشيطان المجنون وبيسمع الكلام اللي بيتقال. بيتكلم واحد وبيقول اسمعوا كويس يا اهالي المحافظه، من الان فصاعدا اي حد هيساعد او هيخبي الفتى التوصيل هيموت على يدي. بينادي واحد وبيقول يا سومو يونج ان قبر اخوك ورا البيت، هتعمل ايه لو لم يستطيعوا اخماد النيران واخراج جثته؟ بيتعصب جامد وبيقول مين اللي بيتكلم؟ بيخرج له الشيطان المجنون وبيقول له ده انا يا روح امك. بيستغرب سومو يونج
وبيتكلم وبيقول هو مين المعتوه ده؟ بيتكلم الشيطان المجنون وبيقول له ده انا فتى التوصيل. بيتوتر سومي يونغ وبيتكلم الشخص اللي جنبه وبيقول له هو ده اللي انت عايزنا نخلص عليه؟ بيقول له اجل يا سيدي. بيقول له انت لا عايز نقتل فتى التوصيل للدرجه دي؟ بيستغرب سومي يونغ وبيقول له وضح لي قصدك ايه بكلامك ده؟ بيقول له الراجل هو مش اخوك قال انه يريد انشاء طائفه في محافظه اليانج، ولكن هو مش قادر حتى على قتل فتى التوصيل. ايه ردك على الموضوع ده؟ فانت دخلت ولوحت بسكينه حتى نحو فتى التوصيل فستسخر مني النقابه، وعشان كده خلص عليه بنفسك. بيتوتر سومي يونغ وما بيكونش عارف يرد. بيكمل الراجل كلامه وبيقول له وان كانت مهاراتك سيئه لدرجه عجزك عن قتل واحد زيه مصيرك يكون زي اخواتك. بيقاطع كلام الشيطان المجنون وبيقول على الرجل التحلي بالكرامه، لا تترك الامر لشخص اخر وقوم به بنفسك، والخسران يتحرق لحد الموت. بيتوتر سومي يونغ وبيبتسم كده الراجل المجهول وبيقول يا شجاعتك يا جدع، خلينا واضحين انا جي سونج من هيوك هكون الحكم في هذا القتال. وبيستعدوا وسومي يونغ بيتوتر وبيقول مع نفسه تبا ازاي انتهى الحال باخواتي هكذا. وبيتكلم الشيطان المجنون وبيقول مع نفسه يا ذكائك يا جدع، عايز تشوف مدى قوتي بينما تشاهد القتال، على العموم مش فارقه معايا. وبيبدا القتال ومره واحده بيترعب سومي يونغ وبيقول للشيطان المجنون هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ بيستغرب الشيطان المجنون بيقول له بعمل ايه؟ مش فاهم قصدك. بيقول له سومي يونغ هو انت هتحاربني من غير سيف ولا ايه؟ بيبص له الشيطان المجنون وبيقول له مفيش داعي لاخراج سيفي امام شخص مثلك. بيتصدم سومي يونغ وبيهجم على الشيطان المجنون وبيتفادى الشيطان المجنون وبوم بيرزع بوكس بيرميه على الارض. بيقول له الشيطان المجنون ايه يا عم سومي يونغ ده انا لسه ما سخنتش حتى، شد حيلك كده. بيتعصب سومي يونغ وبيقوم وبيهجم من تاني وبيتفادى الشيطان المجنون هجومه وبيقول له ما ترخيش دفاعك امام عدوك. وبيمسك ايده وسومي يونغ ما بيكونش قادر يتحرك. بيقول له الشيطان المجنون انت مغرور زي اخواتك وزي ما توقعت علي ارسالك لاخواتك. وبياخد سيف سومي يونغ من ايده وبيخلص عليه، والناس من حواليه بيكونوا مستغربين وبيقولوا مع بعضهم هو ازاي الموضوع خلص بالسهوله دي؟ انتم متاكدين ان ده هو فتى التوصيل؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ بيبتسم الشخص المجهول وبيقول يبدو انه لم يكن شيئا صعبا عليك، على العموم اشوفك بعدين. بيقول له الشيطان المجنون انت رايح فين يا روح امك؟ انت مفكرني انا معرفش ايه اللي بيحصل داخل جماعه القط الاسود يا اسكي؟ انت فاكر يا ابن الصرمه لما تيجي القتل وتحرق بيتي انا تغاضى عن الموضوع ده بالسهوله دي؟ بيتوتر الراجل وبيطلع يجري. بيقول له الشيطان المجنون انت فاكر نفسك هتهرب مني ولا ايه؟ وبيتحرك الشيطان المجنون بسرعه جنونيه وبينزل قدامه واسكي بيهجم عليه، والشيطان المجنون بيبص للهجوم وبيقسم الراجل والهجوم لنصين. وبعد المجزره اللي حصلت بنشوف ان الحانه خلاص اتحرقت بالكامل. بيكون سينجت واقف وبيتفرج وسط الناس وحرفيا مذهول من قوه الشيطان المجنون. بيزعق الشيطان المجنون وبيقول انتوا ليه حرقتوا الحانه يا اولاد الصرمه؟ شكلي كده هحرقكم معاها. بيترعبوا وبيتاسفوا للشيطان المجنون وبيستحيلوا عليه انه ما يقتلهمش. بيتكلم الشيطان المجنون وبيقول هو انا مش سالت عن سبب حرق الحانه ليه ما حدش رد عليا. بيتكلم سينجت وبيقول لا تعتقد انهم احرقوها لان رائحتها مثل الخرا، وانا اول حاجه فكرت فيها بعد ما شميت الريحه دي هي حرق المكان بالكامل. بيستغربوا الناس من الكلام ده وبيقولوا مع نفسهم شكله كده حد شخ فيها ولا حاجه. بيتكلم الشيطان المجنون مع نفسه وبيقول انا شكلي لازم اخلص على ابن الصرمه ده. وبيؤمر سينجت انه ياخد كل اللي واقفين هنا ويعيدوا بناء الحانه. بيستغرب سينجت ويقول اشمعنى انا؟ بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له بتسال ليه؟ ده انا شكلي كنت لطيف معاك في الايام اللي فاتت، انت فاكر بروح امك ان ما اقدرش اعمل لك حاجه؟ بيسكت سينجت وبيقول اذا كنا سنقوم ببنائها على اي حال فاصبر عليا وانا هعمل حاجه تليق بيه. بيقول له الشيطان المجنون عايزك تبني جدار حول الضواحي بحيث يكون هناك مساحه كافيه وابن قاعه للرياضه وبها مكان مخصص للتدريب. سينجت بيجي له احباط كده وبيقول له انت دلوقتي عايزني ابني قاعه تدريب لفنون القتال بدلا من الحانه. بيقول له الشيطان المجنون ابن قاعه تدريب لفنون القتال بحيث تكون ايضا حانه. بيقول له سينجت خلاص تمام فهمت قصدك وهنسمي المكان نزل زها للتدريب. بيقول له الشيطان المجنون انا بس عايزك بينما تكون باعمال البناء البحث عن اشخاص ذو موهبه. بيرد عليه سينجت وبيقول له هو انت دلوقتي بتحاول بناء تلك المنظمه التي كنت تتحدث عنها؟ بيأكد له الشيطان المجنون معلومه. فبيرد عليه سينجت وبيقول له أتعتقد ان اتحاد القط الاسود سيجلس ويشاهد؟ بيبتسم له الشيطان المجنون وبيقول له اذا فعل هؤلاء الملايين اي شيء ستولى امرهم بنفسي. بيساله سينجت وبيقول له طب ايه اسم المنظمه بتاعتنا؟ بيقول له الشيطان المجنون الاسم هيكون هاو مون. بيتكلم الشيطان المجنون مع نفسه وبيقول هاو مون كان اسم اول منظمه انشاتها هكذا سيتم انشائها هنا. بيرد عليه سينجت وبيقول له في الايام القليله اللي فاتت يمكنني وبوضوح ان اؤكد انك لست
غليظها الذي عرفته، وعشان كده خليني اسالك سؤال. بيقول له الشيطان المجنون قول. بيرد عليه سنجت وبيقول له لما بقيت على حياتي لحد الان، كلما فكرت في الامر كلما تساءلت اكتر عن السبب. بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له تركتك على قيد الحياه كي اعبث معك. سنجت بيتصدم من الرد اللي ما كانش متوقعه. بيقول له على العموم العبث معي افضل من الموت. بيرد عليه الشيطان المجنون بيقول له بالطبع. اما داخل بيت زهرة البرقوق بيكون بطلنا قاعد وبيتدرب. بيقول مع نفسه انا حاليا محتاج لبناء تقنيات الجسد الداخليه، وانا عارف اهميه الموضوع ده في انقاذ الاخرين. وعند سنجت بيكون بيشوف مخططات البناء، وفي تاني يوم بيبداوا الشغل لبناء قاعه التدريب. بيفهم سنجت العمال ايه المطلوب، ونروح للشيطان المجنون بعد ما خلص تدريبه. بيدخل عليه سنجت وبيقول له قد اتى اتحاد القط الاسود، الاخوه تشو اعتدوا على معاملتهم بشكل جيد. بيسالوا الشيطان المجنون على عددهم، بيعرفوا سنجت انهم 2 بس. بيكمل كلامه بيقول بما اننا اعتدنا على معاملتهم جيدا كيف يجب ان نعاملهم الان. بيقول له الشيطان المجنون انا هروح بنفسي لتحيتهم. بيقول له سنجت اتخطط لافتعال القتال. بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له من المرجح سيغض النظر عن قتل الاخوه تشو، وسيطلبوا مني ان ادفع لهم استحقاقاتهم، وسيقترح ايضا ان انضم الى اتحاد القط الاسود واقدم نفسي. بيتوتر سنجت وبيقول له طب هتعمل ايه لو حصل اللي بتقول عليه ده؟ هيكون من الصعب علينا التعامل مع اتحاد القط الاسود اذا حاولنا فعل شيء من الان. بيقطع كلامه الشيطان المجنون وبيقول له هيكون صعب عليك انت مش علي انا. بيزعل سنجت وبيقول له هو انت عايزنا كلنا نموت؟ بيعرفوا الشيطان المجنون انهم هيحاولوا قتلي الاول قبل ان يقتلوا اي شخص اخر، ولكن انا لن اموت. بيسكت سنجت وما بيعرفش يرد. بيخرج لهم الشيطان المجنون وبيستاذنهم سنجت بالخروج، وبيخرج وبيقعد الشيطان المجنون وبيتكلم واحد فيهم وبيقول انا جون بانج من مكتب التابع لقمه الذهب في اتحاد القط الاسود. وبيتكلم التاني بيقول انا هان جو وو من مكتب قمه الذهب. ما بيردش عليهم الشيطان المجنون. فبيتكلم جيون بيقول سمعت انك الشخص الذي قتل الاخوه شو، هذا صحيح؟ بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له انها الحقيقه. وهما الاثنين بيسكتوا ما بيردوش. بيتكلم الشيطان المجنون بيقول له ليه السؤال؟ ومن الممكن ان تكونوا من اقرباء الاخوه شو، بس لا ده مش ممكن لانكم تملكان القاب مختلفه. والاثنين بيفضلوا يبصوا لبعض ومش عارفين يردوا. اما كل واحد فيهم بيفكر بيقول هو فاكر نفسه مين اللي يتصرف بكل هذا الغرور، والتاني بيقول يعتقد انه يستطيع هزم اي شخص لمجرد انه تولى امر الاخوه شو. بيقطع تفكيرهم الشيطان المجنون بيقول لهم انتوا ليه ساكتين يا جماعه؟ وعارفين الاثنين بيكونوا مستغربين من جراءه الشيطان المجنون. ما نحن الاذن للاخوه شو لانشاء الطائفه هنا في هذه المقاطعه لكن قتلتهم. بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له بعدين ايه المطلوب بالظبط؟ بيقول لجيون اذا بلغنا عن الامر لاتحاد القط الاسود فالموضوع هيكون صعب عليك بما انك قمت بتعطيل عمل من اعمال الاتحاد. بيبتسم الشيطان المجنون بيقول له انا فاهم قصدك. وبيكمل كلامه بيقول انت دلوقتي عايزنا نستمر بدفع الرشاوي لكم كما كان يفعل الاخوه شو من قبل. بيضحكوا كده وبيقول جيون يبدو انك لست بهذا السوء. بيرد عليه الشيطان المجنون بيقول له طب ما تيجي نشرب الاول. وبينادي على الانسه سون وبيأمرها وبيقول لها عايزك تجيبي اوسخ نوع شراب عندنا واي وجبات خفيفه عندك. بيرد عليه هان ويقول له مفيش مشكله بالحصول على شراب لكن اتمنى ان نصل لموافقه واضحه قبل مغادرتنا. بيقول له الشيطان المجنون خلينا نركز على الشراب حاليا. وهنا بيخرج هان عن صمته بيزعق وبيقول للشيطان المجنون انت فاكر نفسك انك تقدر تهرب بكل ما فعلته؟ بيرد عليه الشيطان المجنون بيقول له اتجرؤ على رفع صوتك امامي؟ وجيون وهان حرفيا بيتخرسوا وما بيقدروش يفتحوا بقهم بحرف. بيتكلم الشيطان المجنون بيقول دعوني اسالكم عن شيء واحد. انتوا فاكرين ان اتحاد القط الاسود يمكنه ان ياتي الى هنا وينقذ القمع بدون حدوث اي شيء؟ وهنا هما الاثنين بيترعبوا. بيتكلم الشيطان المجنون بيقول عايزكم بس تفكروا في الامر جيدا. اذا كنت اخشى اتحاد القط الاسود هل كنت لا اقوم بقتل الاخوه شو؟ وهنا علامات الخوف والرعب بتبان على وشهم. بيكمل الشيطان المجنون كلامه وبيقول على العموم افترض ان لديكم مهاره تتفوق على الاخوه شو بما ان هؤلاء الثلاثه كانوا في غايه القذاره. اذا لم تتخذوا قراركم الان قبل ما يجي الانسه سون فهدفنكم انتوا الاثنين مكانكم. والاثنين بيسكتوا مش عارفين يقولوا ايه. فبيتكلم الشيطان المجنون بيقول شكله كده الانسه سون قد اتت فعلا. وسون بتقرب من الباب وبتدخل. وهنا بيتكلم هانا وبيقول يا عم انت قلقان لي كده؟ ده احنا هنتاكد بنفسنا من توصيل كلمات طيبه عنك لاتحاد القط الاسود. بيرد عليه جون وبيقول فعشان كده مش عايزك تقلق وتشيل هم حاجه. بيبتسم الشيطان المجنون وبيقول خلاص شكل كده هصدق كلامكم. وبيقعدوا يضحكوا وبيقولوا بذكر الامر من الجيد حقا انك قتلت الاخوه شو، ده احنا بنكرههم كره يا جدع. وبيقعد يضحك الشيطان المجنون وبيقول انا بقول كده برضه. وبعد ما الحديث بيخلص بيطلعوا يجروا. بيتكلم سنجت وبيقول للشيطان المجنون هو انت متاكد من قرارك ده؟ بيرد عليه وبيقول له لو انا قتلتهم دلوقتي سيستخدم اتحاد القط الاسود هذا الامر كعذر لمهاجمتنا. وكل ما
يطاردونه هو شخص يضيعهم. وبيتكلم الشيطان المجنون مع نفسه بيقول الشخص الوحيد الذي يجب ان اخذ حذري منه هو السيد الاسنى السفاح. انا حاليا لست بحاجه لجذب انتباهه في الوقت الحالي. وبيقول لسنجد انا هتدرب لفتره من الوقت، روح انت لمصادره اصول الملكيه بتاعه بيوت الاخوه تشو وقوم بادارتها بنفسك، وهتكون برضه مسؤول عن طائفه هاو للوقت الحالي. بيتصدم سنجد من اللي بيسمعه وبيقول له الشيطان المجنون سيتم ازالتك من هذا المنصب اذا حاولت استخدام الاموال، وخلي الكلام ده في اعتبارك. بيساله سنجد هو ايه اللي هيحصل يعني لو تمت ازالتي من المنصب؟ بيرد عليه الشيطان المجنون بيعرفه ان كل اللي مستنيه هو الموت بالتاكيد. وهنا سنجد بيترعب حرفيا وبيقول اللي بيحصل فيها ده مش عدل. بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له هو مش انا اللي قلت كده يبقى عدل. وهنا سنجد هيطق له عرق من كتر الذهب، ومره واحده بيسكت الشيطان المجنون وبيتكلم وبيقول يا سنجدتي مبارك لك تولي منصب المسؤول، بهذا قد تكون نجحت في حياتك. وسنجد ما بيردش عليه وكان واضح انه زهقان شويه. وبيسيبوا الشيطان المجنون وبيمشي وهو بيغني. وبننتقل بالمشهد لراس التنين تشون، وبيدخل عليه الشيطان المجنون وبيطلب من العامل يجيب له طبق مكرونه. بيبتسم العامل وبيقول له ثواني والطبق هيكون جاهز. بيتكلم تشون وبيقول له انك قدرت تقتل الاخوه تشو، بس عندي سؤال هو مش كده هيطردك اتحاد القط الاسود؟ ولو حصل كده فهيموت الكتير مننا. بيقول له الشيطان المجنون ما تقلقش انا عامل حساب كل حاجه، ده حتى لو انتهى بينا الامر في المواجهه فالبقيه هنا هيكونوا بخير بما انني انا من قتل الاخوه تشو. بيتصدم تشون وبيقول له هو انت عايز تفهمني انك تولي امر اتحاد القط الاسود بمفردك؟ بياكد له الشيطان المجنون المعلومه. ما بيكونش تشون مقتنع من اللي بيتقال بس بيضحك وبيقول بما انك قتلت الاخوه تشو وكمان عملت طائفه هوا يبقى حساب النهارده عليك بقى. بيتضايق كده الشيطان المجنون وبيقول له انت بتشحت على قفا فتى توصيل. بيرد عليه تشون وبيقول له بس انت مش فتى توصيل، انت زعيم طائفه هاو الان. وبيدخل عليهم العامل بطبق المكرونه وبالمناسبه اسمه هيونج. بيقول له الشيطان المجنون يا هيونج انت فرد من طائفه هاو برضه. بيستغرب هيونج وبيقول له بس انا مش فاكر اني انضممت الى الطائفه. بيقول له الشيطان المجنون كل من اعرفهم شخصيا انضموا مباشره الى الطائفه وبالتالي يتعين عليك تقديم المكرونه مجانا لزعيمك. وهنا بتغير تعبير وش هيونج وبيقول يا عزيز الزبون مفيش فلوس مفيش اكل. وبيقطع كلامهم صوت واحد بيقول اخرج لي يا زهق. وهنا بيتكلم هيونج وبيقول يا زعيم الطائفه في واحد بينادي لك بره. بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له يعني دلوقتي بقيت الزعيم يا ابن الصرمه. وبيكح كده تشون وبيقول له انا عايزك تاخد بالك من على نفسك لان ظهري واجعني فمعلش بقى. وبيقوم الشيطان المجنون وبيخرج. بيكلم الراجل وبيقول له هو انت اللي قتلت هيونج؟ بيقول له الشيطان المجنون لو قلت لك ان انا اللي قتلته هتعمل ايه يعني؟ ما بيردش عليه الراجل وبيهجم عليه. بيتراجع الشيطان المجنون وبيهاجم وبيصد هجومه وبيهجم عليه بس الشيطان المجنون بينجح في التفادي وبيتراجع لورا. فبيقول ان الشخص ده هو توأم صف الشيطان تشير وانا متاكد من وجود يانج سو هنا في مكان ما، ومن المحتمل ان يانج سو المخفي ينتظر الفرصه المناسبه للقضاء عليا. وهنا بيجي سنجتو بينادي على الشيطان المجنون وبيزعق له الشيطان المجنون وبيقول له تراجع الان عدونا سيد فنون قتاليه وخد بالك لان في واحد تاني مستخبي. بيصدم سنجتو بيقعد يتلفت حواليه ومش بيلاقي حد، ومره واحده بيجي واحد وبينط من فوق البيت ده وبينزل جنب تشير. بيتوتر سنجتو ما بيكونش عارف يقول ايه، اما تشير بيقول مع نفسه مستحيل ده كان عارف من البدايه ان فيها واحد تاني مستخبي. والشيطان المجنون بيقول مع نفسه ظهر التاني اخيرا. بيتكلم تشير وبيقول لي يانج سو خد بالك لان عدونا المره دي سيد خبير مخبي قوته. وبيتحركوا للهجوم وبينجح الشيطان المجنون في صد الهجوم الاول ومن وراه بيجي يانج سو ولكن بيلف له الشيطان المجنون وبيصد هجومه وبيتراجع. بيتوتر كلام ان تشيرو ويانج سو وسنجد ما بيكونش مستوعب مقدار قوه الشيطان المجنون. بيبتسم الشيطان المجنون وبيقول بقالي زمن ما حسيتش بشعور القتال الحقيقي. بيتوتر يانج سو من ابتسامه الشيطان المجنون وهنا الشيطان المجنون بيخرج سيفه من غمده وبيقف وقفه استعداد وحرفيا كل اللي واقف بيترعب من مقدار قوه الشيطان المجنون. بيتكلم سنجد وبيقول مستحيل ده في ضوء قرمزي يضيء من سيفه. وتشيرو ويانج سو بيقولوا في نفس الوقت ده بيستخدم الكي. بيبصوا لبعض وبيهجموا على الشيطان المجنون بكل وحشيه. ولكن هل تعتقد يا عزيزي المتابع ان بطلنا الشيطان المجنون هيفرق مع الوحشيه ذات نفسها؟ قولها معايا كده. لا والله بوم بيخلص عليهم من غير ما يتحرك حتى وبينزلوا ميتين على الارض. بيجي له سنجت وبيقول له هم مين دول؟ بيرد عليه الشيطان المجنون وبيعرف انهم المستطلعين السود. بيصدم سنجت وبيقول له مستطلعين السود ذو اعلى مكانه من اتحاد القط الاسود. بيقول له الشيطان المجنون انا هروح استحمى. بيرد عليه سنجت وبيقول له تمام وانا هنضف المكان هنا. وبعد ما تشون شاف المعركه بيقول مع نفسه يعني قتل الاخوه تشو كان حقيقه. وعند بطلنا بيقول مع نفسه انا بالتاكيد اصبح اقوى واسرع ولكن يؤسفني القول ان الاشخاص الذين يفترض ان يموتوا على يدي في وقت لاحق قد ماتوا الان. ومره واحده بيستغرب الشيطان المجنون ان الاصوات بالخارج هديت مره واحده وبيحس ان في حاجه غلط. وبيدخل عليه مالك بيت الدعاره لي سونج ومالك بيت الدعاره شي يون. بيستغرب الشيطان المجنون وبيقول لهم هل سانجوتي هو
ومن امركم بذلك. ما بيردوش بيهجموا عليه، ولكن على مين بيقوموا بيخلص عليهم. بيكلم العامل وبيقول له هو فين سنجد دلوقتي. بيتوتر الحارس بيقول له مش عارف. بيبص له الشيطان المجنون وبيقول له من الافضل لك ان تكون صريحا معي. بيتوتر الحارس اكتر وبيقول له لم اراه منذ ان غادر. بيسيبوا الشيطان المجنون وبيمشي، وخارج بيت زهرة البرقوق بيقول مع نفسه لا اعلم ما اذا كان سنجد متورط في الموضوع ولا ايه، ولكن على اي حال اي حد هيفكر في مواجهتي هيكون مصيره الموت. ومره واحده بيسمع الشيطان المجنون صوت عالي بيجري على مصدر الصوت، وفي طريقه بيلاقي مجموعه كبيره من الجثث، وبيشوف مجموعه من الناس واقفين وفي نصهم سنجد. بيتصدم الشيطان المجنون لما بيشوف سنجد وبيفرح ان هو لسه عايش، ولما سنجد بيشوفه بيزعق بعد صوته باسم الشيطان المجنون وبيعيط وبيقول له هيقتلوني. ولما الناس بياخدوا بالهم بيهجموا عليه، ولكن على مين؟ بوم، الاول في الثاني في الثالث في الرابع، وبيخلص عليهم. بيتنهد سنجد وبيجمع انفاسه بالعافيه وبيقول كيف تجرؤون على خيانتي ايها الاوغاد. وبيوجه كلامه الشيطان المجنون وبيقول له هو انت جيت هنا عشان تنقذني؟ بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له هو في الحقيقه انا جيت لقتلك. بيتصدم سنجد وبيقول له ليه؟ بيعرف الشيطان المجنون ايه اللي حصل معاه. بيستغرب سنجد وبيقعدوا يتساءلوا عن مين اللي بعت الناس دي، ولكن مش بيطلعوا بحل. فبيسيبوا الشيطان المجنون وبيقول له فكك انت من الموضوع ده دلوقتي وروح نام، وبكره كمل شغلك وانا رايح اكمل تدريب. بيقول له تمام. وفي اليوم الثاني بنشوف سنجد وهو شغال على بناء قاعه التدريب، وبنشوف بطلنا كمان وهو قاعد بيتدرب. وبعد مرور شهر بنشوف الشيطان المجنون وهو بيتكلم سنجد وبيقول له يعني ده اللي قدرتي تعمله بعد شهر؟ بيرد عليه سنجد وبيقول له من الطبيعي ان الموضوع يطول لانه زاد حجم المبنى، فمن المتوقع ان يتم انشاؤه في خلال سنه. بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له لا سنه كتير، اتصرف وقلل المده. بيعرفوا سنجد ان الموضوع هيكون صعب قوي، بس هو شاف واحد يساعد في الموضوع ده، وبيجي عليهم واحد وبيعرفوا سنجد ان ده هو قائد فريق البناء اسمه يون جا سانج. ابتسم الشيطان المجنون بيقول مع نفسه ان الراجل ده كان خبيرا بالبناء عندما كنت سيد العشيره هاو في حياتي اللي فاتت، من كان يعلم انها قبله مجددا. بيروح سنجد ليون وبيقول له القي التحيه على سيد العشيره، وفعلا بيلقي التحيه. وبيعرف الشيطان المجنون ان سيد تشون هو من رشحه للعمل. بيرد عليه الشيطان المجنون وبيقول له يا اهلا وسهلا يا سيدي. بيقول ليون ان سيد تشون قال لي انني ان ابليت حسن في هذا العمل فساصبح رئيس طائفه البناء ولن تطلب مني الضرائب لمده سنه. هل هذا الكلام صحيح؟ بياكد له الشيطان المجنون المعلومه. فبيفرح يون وبيعرفه انه وافق عشان السبب ده، وهخلي حانة زها بناء عظيم، ولكن عايز اطلب منك حاجه كده. بيقول له الشيطان المجنون اتفضل. بيقول له انا عايز ابني بيوت هنا ليسكن فيها العمال، ويكون من الرائع ان قدمت لنا بعض الطعام الجيد على حسابك. بيسكت كده الشيطان المجنون بينادي على سنجد وبيقول له عايزك تجيب امهر الطباخين لهنا كل يوم عشان يعملوا احسن الاكل للعمال. بيفرح سنجد وبيقول له تمام، وبينادي الشيطان المجنون على يون وبيقول له لو شغلك عجبني اوعدك انها هخليك رئيس طائفه البناء. بيرد عليه يون وبيقول له سيب الموضوع ده عليا وما تشيلش هم حاجه. وبيسيب الشيطان المجنون وبيمشي. بيروح لسيد تشون بيرحب بيه سيد تشون وبيقول له اخيرا جيت، انا كنت عايز اعمل لك سلاح هديه، حب اعمل لك ايه؟ بيقول له الشيطان المجنون انا عايز سلاح لا يمكن كسره او تانيه حتى حاجه كده، مفيش سلاح يقدر يطهيه. بيرد عليه تشون وبيقول له لو عايز المتانه بس فلن يهمك شكل السلاح حتى وان كان عصا او رمح، وهو ده اللي انت عايزه بجد. بياكد له الشيطان المجنون معلومه. بيضحك كده تشون وبيقول له خلاص قريبا هتكون هديتك جاهزه. بيبتسم كده الشيطان المجنون وبيقول له اتطلع لاستلامها، وبيسيبه وبيمشي. وفي طريقه بيقابله اتنين من اتحاد القط الاسود وبيقولوا له هو انت يي زهق، وبيسيبهم وبيمشي. وهو ماشي بيقول لهم لا انا مجرد فتى توصيل. بيتكلم واحد فيهم وبيقول له استنى بس. بيتلفت له الشيطان المجنون بيقول له عايز ايه؟ بيقول له انا الرسول من اتحاد القط الاسود، جيت اللي بلغك رساله. بيرد عليه الشيطان المجنون بيقول له كمل كلامك. وبيتكلم الرسول وبيقول له يريد سيد القصر عنقاء الذهبي لقائك، وقد ارسل لك رسولا بدل من جلاد، فمن الافضل لك الا ترفض، فاذا عدت لوحدي سيكون على الجلاد ان ياتي يا سيدي زها.